في قضية شائكة ومعقدة ارتبطت بقضية وفاة الطبيبة بان زياد. تثار معلومات غزيرة على علاقة بالتحقيقات الجنائية ومحاولة تحديد سبب الوفاة، لا سيما إن الموضوع تحول إلى قضية رأي عام ودخلت فيه الحكومة الاتحادية كطرف مباشر بسبب الضغوطات المتزايدة. واحد من هذه الأخبار المتدفقة أشار إلى اعتقال 7 أطباء من دائرة الطب العدلي وقسم الأدلة الجنائية في محافظة البصرة من قبل لجنة تحقيقية تابعة لمكتب وزير الداخلية، وذلك على خلفية تقرير أولي أشار إلى أن وفاة الدكتورة بان عزيز طارق ناجمة عن انتحار. مصدر في الطب العدلي نفى لعين قبرص صحة هذه المعلومة، مؤكدا أن محافظة البصرة بمجملها فيها 3 أطباء عدليين، والمحافظة تعاني نقصا كبيرا في هذا التخصص. وبين أن محافظة البصرة دائما ما تعتمد على إرسال عينات من ملفات جنائية إلى بغداد لفحصها وإرسال النتائج بسبب النقص في الكادر العدلي.